قليلين مننا قوي اللي مش بيحب الفرايد تشيكن او دجاج كنتاكي اوريجينال سبايسي. الموضوع مش محتاج مطعم علشان ناكل الدجاج الكريسبي اللي كلنا بنحبه. طيب ايه رأيك كمان لو عملنا من فرخة واحدة وجبة متكاملة من الفرايد تشيكن؟ 10 قطع ستريبس، 6 قطع بروستد، ممكن يبقوا 8 كمان لو قسمنا الأوراق لقسمين. يعني من الآخر كده من 16 ل 18 قطعة من فرخة واحدة. شوفي كنت هتجيبيهم من بره بكام. تابعيني لآخر الفيديو وهنعرف ازاي الفرايد تشيكن بتاعتك تطلع مستوية كويس من غير سلق ولا كلام من ده، ولون ذهبي خطير وقرمشة خرافية. وهنعمل مع بعض برضو الرز الريزو المفلفل مع الصوص بتاعه المميز. انا هنا عندي عدد 2 فرخة او دجاجة، وزن كيلو 200 لكيلو 300. طبعا انتي ممكن تستخدمي فرخة واحدة اكبر، ممكن لغاية وزن كيلو 700، بس ياريت ما نزودش عن كده. انا هنا نضفت الفراخ وفتحتها من الظهر او السلسلة، وسبتها في محلول النقع اللي انتوا شايفينه ده ليلة كاملة. هو عبارة عن مية فترة، عيدين روزماري، حلقات ليمون، معلقة ملح كبيرة، ربع كوب خل. كل ده بيخلصك من اي زفارة موجودة، وكمان بيساعد على تطرية الأنسجة بتاعة الفراخ. أما بالنسبة للتتبيلة، عندي هنا 2 علبة زبادي، البديل لبن رايب أو لبن عليه عصرة ليمون أو معلقة خل. نستناه يروب وبعدين نضيفه ربع كوباية عصير ليمون. وممكن تستغربي كمان لو قلتلك إن احنا هنستخدم فانيليا سائلة. هناخد نقطة واحدة بس أو نقطتين، ده هيخلصنا تماما من كل الزفارة وبيديني التست المميز بتاع الفراخ الكريسبي اللي بتتعمل في المطاعم. نيجي للتوابل هنا. الدمجلاس البودر ده سر من أسرار المحلات، لو مش عندك ممكن تستخدمي المرقة الفورية، بس بيدي تيست خطير. بابريكا، بصل بودر، فلفل أسود، كاري، توم بودر، معلقة طعام من كل نوع، مفيش أكتر من كده. وعندي هنا المستردة دي ليها تيست مميز جدا مع الفراخ، والشطة دي اختياري لو عايزاها سبايسي. بخلط كل المكونات دي كلها مع بعض، الزبادي، المستردة، التوابل، نقطتين الفانيليا، وياريت ما نزودش عن كده. هنقلب كل الكلام ده علشان تتجانس المكونات كويس، وكده التتبيلة جاهزة. هركنها على جنب لغاية ما اقطع الفراخ. في البداية كده بتخلص من عظمة السلسلة اللي هي مع الرقبة، بقصها لأنها بتبقى قاسية جدا. هحتفظ بيها وهنعمل بيها طبعا شوربة، احنا ما بنرميش حاجة. بفصل بعد كده الفرخة من النص، والورك عن الصدر، وبعد كده الدبوس عن الورك. ضروري نقطع في المكان الصح لان ده هو اللي بيسهل علينا القطع. باخد هنا جزء من الكتف مع الجناح. طبعا انا هنا هقطع صدر الفرخة الستريبس، ليكي مطلق الحرية انك تسيبيه زي ما هو، بس ممكن نقطعه لقطع اصغر، ممكن قطعتين او 3 علشان يستوي كويس. الصدر زي ما انتي شايفة الفراغات اللي جواه هي دي اللي ببتدي اقطع منها. هتفتح معايا بالشكل ده، الموضوع مش صعب خالص. هقطع الستريبس بالحجم اللي يناسبك، بتلاقي خطوط دايما عشان تمشي وراها. زي ما احنا شايفين طلع لنا 4 ستريبس، ممكن يبقوا 5 كمان، و3 قطع بروستد من نص فرخة واحدة. وبالنسبة للبروستد علشان تستوي كويس معاكي أثناء القلي، ملحوظة مهمة جدا، مش عايزين ننسى ان احنا نعمل فتحات او ثقوب صغيرة بسن السكينة في قطع البروستد حوالين العظم، علشان ده احد اسباب ان هي بتستوي كويس جدا اثناء القلي. انا هنا خلاص قطعت الفرخة كلها، عملت معايا 10 قطع ستريبس و6 قطع بروستد. زي ما قلت لكم ممكن يبقوا 8 كمان لو قسمنا الورك لقطعتين. هنقل دلوقتي قطع الفراخ للتتبيلة اللي احنا حضرناها مع بعض في الاول، وهنقلبها كويس بحيث تتغطى بالخلطة كويس، ونغطيها بالاسترتش راب ونرجعها التلاجة اقل حاجة ساعتين، والاحسن ليلة كاملة. وفي الوقت ده هحضر معاكم الرز الريزو. هنزل بمعلقة سمن ومعاها معلقتين زيت ذرة كبيرة، وبصلة كبيرة متقطعة، وهقلب لغاية ما تاخد اللون الذهبي الفاتح ده، مش عايزاها تغمق مننا. انا هنا محضرة كوبايتين رز مصري مغسول ومتصفي. هقلب الرز مع البصل، وفي المرحلة دي لازم الرز ياخد وقته في التشميع مع البصلة علشان يفلفل ويستوي كويس معايا. بعد كده هنزل هنا ب2 مرقة دجاج مع الرز او مرقة ونص، يعني شوفي اللي يناسبك. موضوع الملح ده بتاعك. هقلبهم مع الرز كويس. وبالنسبة للتوابل، فلفل اسود، كركم، كاري، معلقة صغيرة من كل نوع. هكمل هنا تقليب. ابتدينا زي ما احنا شايفين ناخد لون الرز الريزو اللي احنا عارفينه، البني الذهبي. هنزل هنا بالمية المغلية. كل كوباية رز مصري بتاخد من كوباية وربع لكوباية ونص بالكتير. عندي هنا كمان معلقة طعام من الباربيكيو صوص ومعلقة طعام من الصويا صوص، وناخد بالنا ان الصوصات دي كلها ملح. هغطي الرز وهسيبه يستوي على نار هادية، وهحضر هنا في الوقت ده خلطة سائلة لا فيها بيض ولا لبن، علشان دي الخلطة بتاعة القلي. والكلام ده كله هو اللي ممكن يسودلك الفراخ وانتي بتقلي. عندي هنا كوبايتين دقيق وعليهم كوبايتين مية، وهقلب كويس.
بالنسبة للتوابل توم باودر، كاري، بصل باودر، كركم، الشطة اختياري طبعا، والبابريكا. هنقل هنا قطع الفراخ من التتبيلة للخلطة اللي احنا جهزناها، بصفي القطع كويس من التتبيلة وانقلها. ودلوقتي على السريع كده هشوف الرز وصل لفين. ما شاء الله رز مفلفل على الاخر، اللون خيالي، مفيش اعذار بعد كده. هنحضر الرز الريزو بعد كده في البيت. ودلوقتي هحضر الخلطة الجافة اللي بيقولوا عليها البريدنج، اللي هي عبارة عن 3 كوبايات دقيق معاها نص كوباية نشا للقرمشة. بس يا ريت ما نزودش عن كده، النشا ممكن يديكي نتيجة عكسية لو زاد. التوابل الدمكلاس البودر، والبديل زي ما قلت مرقة فورية، فلفل أبيض، توم باودر، بصل باودر، معاهم رشة شطة اختياري. ونلاحظ هنا ان كل التوابل لونها فاتح، مش عايزين اي توابل تغمق لنا لون الفراخ بعد ما تستوي. نلاحظ برضو ما حطيتش اي بيكنج باودر. هنقل هنا قطع الفراخ من الخلطة السائلة للخلطة الجافة، وهبتدي طبعا بالستريبس الأول لأنه بيستوي أسرع من البروستد. هقلب الفراخ كويس في الدقيق، وبلاش نعمل الخطوة دي إلا في النهاية. يعني لازم نكون محضرين الزيت على النار يسخن علشان الدقيق ما يتكلكعش منك ويتكتل. هجهز هنا كمان قطع البروستد زي ما احنا شايفين شكل التعريج اللي هتدينا الشكل الكريسبي بتاع الفراخ. وهكمل تحضير في باقي الكمية. برضو ما نهملش الخطوة دي، لازم نعفر الفراخ بالدقيق كويس علشان تديكي الشكل الكريسبي. بالنسبة للقلي بحتاج زيت غزير وحامي. هنزل هنا زي ما قلت في البداية بالستريبس لأنه بيستوي أسرع. بلاش نزود أكتر من 4 أو 5 قطع في الطاسة الواحدة، علشان درجة حرارة الزيت ما تنزلش أول ما تنزلي انتي بالستريبس. وأول ما ياخد الستريبس اللون الذهبي الحلو ده بطلعها على طول لأنها بتكون استوت. ضروري الزيت يكون حامي في البداية، وبعد كده نخلي النار متوسطة. يعني هتاخد حوالي 12 دقيقة للسوا، وهتطلع مستوية بإذن الله ومن أول مرة. ولا هنحتاج نسلقها في الأول أو ندخلها الفرن بعد كده، ولا حاجة من الكلام ده كله. وجبة متكاملة من الفرايتي تشيكن، الستريبس موجود، البروستد موجود، عملنا معاهم الرز الريزو الخطير. نقطع بقى على وش الطبق قطعتين ستريبس وننزل عليهم بصوص الريزو الخطير، وهو عبارة عن معلقة كبيرة كاتشب، معلقة كبيرة باربيكيو صوص، معلقة كبيرة سويت تشيلي صوص، وده طعمه سويت اند ساور، يعني بيغني عن طعم العسل. بسم الله ما شاء الله، وجبة عائلية متكاملة من الفرايتي تشيكن والرز ريزو. وزودي انت كمان في البطاطس المقلية، وأسرتك وأولادك هيشكروكي بإذن الله. عملنا من فرخة واحدة 10 قطع ستريبس، 6 قطع بروستد مع الرز الريزو الخطير. كبار وصغيرين بيحبوا ألف هنا. تابعوني وصفات تانية كتير على قناتي على اليوتيوب، وصفحتي على الفيسبوك المطبخ مع غادة، وعلى حسابي على انستجرام وتيك توك غادة دوت كيتشن 5G، وعلى تويتر غادة _kitchen 5G. دمتم طيبين.